عايز اقول لك على اغنيه. ابقى اسمعها قبل ما تنام وشوف كده تاثيرها عليك تاني يوم. الاغنيه دي هي اغنيه اهواك لعبد الحليم حافظ. اكثر اغانيه رقه وسحر. من اللحظه الاولى الموسيقى بتاع الاغنيه هتاخدك في رحله هادئه من الشوق والحنين. هتقول لي يا عم شوق ايه وحنين ايه؟ اقول لك اسمع الكلام بس، جربها. انت كأنك في الأغنية دي بتسمع قلب عاشق يهمس في هدوء. الموسيقى من إبداع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. قدم لحن ناعم يفيض بالعاطفة والبساطة، وبعدين بيمشي بخفة كده كأن اللحن بيمشي على أطراف أصابعه. خد بالك بقى، الكلمات للشاعر الراقي المبدع حسين السيد. كلماتها أقرب للهمس. أيوة، يعني عايزة تترك القلب ينطق بما فيه من حب وشوق بصدق وعفوية. عارف هتقولي حب ايه وشوق ايه؟ يا سيدي الفاضل، هذه من مفردات الحياة. هنتسمع كلمات حب. هقول لك برضو، عبد الحليم حافظ غناها برقة الشجن. أيوة، وخجل العاشق ودفء القلب. ما كانش بيغني، وكان بيحكي حكاية، يحكيها بعينه وصوته ونفسه وأدائه. أنا عايز أقول لك إن الأغنية دي من أجمل الأغاني. هي يعني كانت بداية طريق عبد الحليم حافظ، وثبتت ثبتت مكانته في قلوب الناس. والمقدمة بقى اللي هتعجبك بتاع أهواك، يعني مقدمة ناعمة، كمان وناي. هتلاقي كده توزيع موسيقي بسيط مدروس بيفسح المجال للصوت انك انت حتى كمان تعيش معاه اجواء الحب بتاعه.